سلام متابعي قناة وصفة، كنشكركم على المشاهدة ديالكم للقناة ديالي، وكنشكركم على التفاعل ديالكم ايضا، وعلى الاعجاب وعلى الكومنتات الزوينه اللي كتخليو ليا. كنتمنى ان المحتوى ديالي ينال الاعجاب ديالكم. اما بالنسبه للفيديو تاع اليوم فهو عباره عن كيكه تاع المكسرات اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد الكيكه فهي بسيطه والمكونات تاعها متوفره في كل بيت، فقط شاهدوا الفيديو حتى الاخر، وكنتمنى انكم تبقوا نفس الخطوات اللي انا درتها، فاكيد غادي تنجح معكم. وشكرا لكم على كل كومنتير كتكتبوا ليا. بالنسبه لطريقه التحضير، عندنا 4 تاع البيضات كما كتشاهدوا، 4 ديال البيضات. وعندنا كاس تاع سنيده. بالنسبه للكاس فهو ضروري خصو يكون كبير شويه. وعندنا معلقه تاع الخل وشويه تاع الملحه باش نعدلو الذوق تاع الكيك ديالنا. وبالنسبه للخليط فاكيد فاحنا غادي نخلطوه مزيان حتى كنحسوا بان السنيده ذابت. واللي عندها الخلاط الكهربائي فتستعملوا، واللي عندها الخلاط اليدوي تستعملوا، ماشي مشكل. بالنسبه للخلاط الكهربائي فهو كيسهل على المأموريه اللي متوفر عندها تستعملوا. خاصنا نخلطوا. هاد المرحله هذه مهمه، دائما كنذكرها، مهمه في الكيك. خلطوا مزيان حتى كنحصلوا على اللون الابيض. كنضيفوا كاس تاع الزيت بطبيعه الحال. بالنسبه للكاس ما يكونش ممتلئ الى الاخر، ضروري كنخليو واحد شويه فارغ باش ما تجيناش مزيته، باش ما يجيش الكيك ديالنا مزيت. وكنضيفوا كاس تاع دانون. بالنسبه لدانون فهو كيبقى اختياري، دانون النكهه اللي كتعجبكم ديروها في الكيك. انا كيعجبني هاد دانون وكنستعملو، كيبقى اختياري. وكنخلطوا الخليط ديالنا كما كتشاهدوا. بالنسبه لهاد الكيك تاع المكسرات فهو كيك بسيط جدا وسهل، وكل شيء كيطرح عليا التساؤلات كيفاش كينجح معك. فانا في هذا الفيديو غادي نجاوبكم. هنا كنضيفوا الدقيق بطبيعه الحال، الدقيق حسب الخليط. وكنضيفوا ايضا كيس تاع فاني و3 الخمارات حمرين كما كتشاهدوا. دائما الكيك ما خصوش يكون خفيف بزاف وما خصوش يكون ثقيل بزاف، خصو يكون معتدل، يعني يكون في الوسط. الا كان خفيف بزاف فواخا يطلع منين غتخرجوه فهو راه غادي يهبط، ولكن الكيك خص يكون ما ثقيل ما خفيف، وفي نفس الوقت ما خصوش يكون ثقيل باش ما تجيناش الكيك ديالنا باش ما يجيناش قاصح، باش ما تجيناش قاصحه. وهنا بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده والدقيق الابيض، فانا غادي نفرغ الخليط ديالي في المول كما كتشاهدوا. من بعد غتجي المرحله تاع المكسرات اللي استعملت. بالنسبه للمكسرات باش ما يهبطوش لينا في الكيك ديالنا، خاصنا نديرو 2 معالق تاع الدقيق كما كتشاهدوا، كما غتشاهدوا في الصوره. فهاد المكسرات اللي استعملت انا غادي نضيف عليهم 2 المعالق تاع الدقيق، وغادي نحاول انني نغربلهم باش ما يهبطوش في الكيك ديالنا، يبقاو لينا الفوق. الا حطيتوا المكسرات بلا ما ديروا هاد العمليه فاكيد منين غيطيب الكيك غتلقاو بان المكسرات تدخلوا لينا في الوسط تاع الكيك، يعني ما غاديش يبقاو في الفوق. كما كتشاهدوا فانا راه ضفت ليهم معلقه تاع الدقيق
ومن بعد غادي نغربل هاد المكسرات كما غتشاهدوا في الفيديو. ومن بعد غناخذ المكسرات تاعي اللي ديجا انا ضفت لهم الدقيق وغربلتهم، غنضيفهم للكيك ديالي، غنضيفهم من الفوق. ومنين غيطيب الكيك ديالنا غتلاحظوا ان المكسرات بقاو في الفوق ما هبطوش. هاد المعلومات دقيقه جدا اللي غادي تنفعكم في هاد الكيك ديال المكسرات باش يبقاو لكم المكسرات في الفوق، يعني باش ما ينزلوش. فركيك بسيط وسهل وغيحمر لكم الوجه ديالكم مع الضياف ديالكم. فرغتنا الاعجاب ديالكم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال. وهذا الكيك ديالنا بعد ما طاب بطبيعه الحال دخلنا الفرن على نار مهيله، يعني كنشعلو غير لتحت الفوق، راه ما كنشعلوش. وكما كتشاهدوا هذه هي النتيجه، تيجي كيك رائع. والمكسرات كما كتلاحظوا انها بقات الفوق، راه ما نزلتش ما هبطتش في الكيك ديالنا، بقات لينا الفوق كما كتشاهدوا. هاد الكيك راه كيجي رائع جدا، غينال الاعجاب ديالكم. فقط طبقوا النصائح وحتى العلو ديالها فهي راه كتنفخ وغادي تعجبكم. فقط طبقوا غير النصائح وراه غادي ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشاهدوا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ان الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال كما العاده غادي نذكركم انكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، ولما لا تشتركوا القناه مع الاحباب ديالكم. وكنتمنى انكم ديروا جيم للفيديو، تخليو لي كومونتير كيف جاتكم الكيكه تاع المكسرات تاع اليوم. وانتظروني في فيديوهات اخرى ان شاء الله. كنتمنى ان المحتوى ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو اخر.